ايه يا حبيبي مالك؟ قاعد لوحدك ليه؟ مفيش، عادي. طب يلا بقى عشان تتعشى. مش قادر. انت كويس؟ فيها يا ليلى؟ هو كل دقيقة سؤال؟ ماشي يا سيدي، انا اسفه. ليلى، انا اسف، حقك عليا، ما تزعليش. انا عمري ما ازعل منك. بقول لك ايه؟ انا بفكر ان احنا نوقف دروس الباليه لشوشو عشان تركز في المذاكره. One preparation and two and three and four. ايدينا في الجنب كلنا مع بعض. جراوند بليه. One and two and three and four. خلاص يا بنات. ازيك يا هشام؟ ازيك يا جميله؟ ما قلتليش ليه انك انت جاي؟ كنت عملت لك احتفال خاص. الموضوع مش مستاهل. ليكي حاجه؟ لا، انا جاي اخد عيشه ماشي على طول. ما كل مره السواق بيجي ياخدها، اشمعنى النهارده يعني؟ عيشه مش هتيجي هنا تاني. ليه يا هشام؟ مش عايز يبقى لها علاقه بالباليه. ليه كده يعني؟ والله كل اللي اعرفهم في المجال ده ما يخلونيش اخلي بنتي تطلع زيهم. طب حضرتك بتتكلم على اللي في البيت عندك ولا على اللي هنا؟ افهميها زي ما انت عايزه. عيشه، طب خلينا نتفاهم بس. اسالي نفسك يا جميله، ولا اقول لك نسالي شادي؟ ايه رايك؟ طب يا هشام. وايه بقى كان رد فعل الست جميله لما جبت لها سيره شادي؟ ولا اي حاجه. طبعا دي لئيمه لقم البت دي، تقدر تخبي اي حاجه على اي حد، حتى مشاعرها. بس تصدقني ان انا اكتشفت حاجات في جميله بعد اللي حصل ما بيننا. حاجات ايه بقى ان شاء الله؟ يعني ذكيه وشاطره، وبعدين تقدر تنجح في اي حاجه لو حطيتها في دماغها. ذكيه وشاطره ليه بقى؟ نجحت في ايه مثلا؟ موضوع المعهد بتاعها مثلا. ايه ده؟ هو ده نجاح ده؟ ايه الذكاء في كده يعني؟ لا يعني المعهد كلاسي وشيك، وبعدين الناس طوابير عليه. تحب تفتح زيه بكره؟ يا حبيبتي اللي انت بتقوليه ده، خلينا في شغلنا. بس ده على فكره مش ذكاء منها ولا حاجه، انت مأفور قوي. طب سيبك منها وخلينا في نفسنا. انت عارف ان انت اكتر واحد بحبه في حياتي ولا لا؟ عارف. عشان كده مش بحبك تزعل ابدا. انا مش زعلان.